الفجوات التنافسية. أنا مش عارف أقول لك ركز في ده ولا ده ولا ده، بس لازم أنت تركز في كله، هو كله مهم. يعني كل كلمة بنقولها النهاردة هي مهمة جدا جدا. فأنا كل مرة هنتقل إلى حاجة هقول لك مهمة وركز معايا. طب أقول لك حاجة، وقف الفيديو واستريح شوية من المعلومات دي وجمعها وابدأ معايا من الأول تاني. يلا نخش مع بعض على الفجوة التنافسية. الفجوات التنافسية دي مهمة جدا. ليه؟ علشان خاطر بنعرف فيها نقاط ضعف المنافس، وبنعرف الفرص غير المستغلة، وكمان بنعرف مناطق التميز الممكنة. طيب، نقاط ضعف المنافس هنا جوانب الإخفاق الشائعة في السوق، زي مثلا غياب المتابعة الفردية أو ضعف التنظيم الإداري. يعني حضرتك لما تيجي تشتغل على الفجوات التنافسية ديت، أنا هنا بتكلم في إيه؟ بتكلم في تحليل المنافسين. المنافسين اللي حضرتك رصدتهم بالاسم واللينكات بتاعتهم وكل أمورهم، المنافسين اللي شفت تسعيرهم وشفت كل الأمور بتاعتهم. هتتكلم هنا بقى في إن والله ده أغلب الناس اللي موجودين في السوق ده من الطلبة بيشتكوا من أمر معين حاليا حتى الآن لم يحل هذا الإشكال في هذا السوق. إذا في النقطة ديت إحنا بنتكلم في فرصة ليك، لأن ده نقطة ضعف عند المنافس، لو أنت بس عالجتها تقدر تخش بيها السوق. طيب، الفرص الغير مستغلة زي مثلا احتياجات حقيقية لم يتم تلبيتها، زي مثلا طلب واضح على مسارات تعليمية قصيرة لم يتم تقديمها بشكل احترافي. يعني حضرتك بعد بحث السوق لقيت ان المسار بتاعك، المنهج بتاعك، العلم بتاعك تقدر تعمل له نظام معين فيقدم في مسارات تعليمية أخف. بدل 4 سنين و5 سنين تقدر تخلصه في 6 شهور، تقدر تخلصه في 5 شهور، تقدر تعمل عملية مرنة للطالب وتحافظ على الكواليتي بتاع المحتوى علشان خاطر تقدر ان انت تديله التجربة ديت بشكل أسرع. صح؟ ممكن جدا. وده يبقى بالنسبة لك نقطة القوة، ممكن يبقى بالنسبة لك الفرصة اللي تقدر تخش بيها السوق.